المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. مناقشات حول تحسين الاقتصاد المعيشي لمعاقي الحرب. منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يحصد ميدالية فضية. وزير خارجية الصين يزور الهند لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات الحدودية. أمريكا والاتحاد الأوروبي يجددان التزامهما بتعزيز أمن الطاقة في أوروبا. وعقوبات أمريكية تطال كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخ باليستي عابر للقارة. السلام عليكم ورحمة الله. أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا في منطقة بردا. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم 9724، شفي منهم 9620 وتوفي 103، ولا زال مصاب واحد يتلقى العلاج في المستشفى. وزارة الصحة 25 من مارس 2022. دعت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في اللقاء الذي عقدته مع أعضائها في 18 من مارس في مدينة تاسني، دعت لتعزيز مساهمة المواطنين لإنجاح الجهود الجارية من أجل تحسين الاقتصاد المعيشي لأعضاء الجمعية. وفي الكلمة التي ألقاها مسؤول قسم التنظيم والمعلومات في الجمعية السيد محمد نور إدريس، أوضح إن دعم الأنشطة التجارية الذي تقدمه الجمعية بشكل قروض مالية ظل يحقق نتائج جيدة، فيما إن المواطنين في الداخل والخارج يقومون بمساهمات مشجعة. وأشاد السيد محمد نور بالدعم الذي يقدمه المواطنون في القاشبركة لأعضاء الجمعية، مناشدا لاستمراريته. من جهته قال مسؤول معاقي الحرب في القاشبركة السيد تسفال الدت منقستو إن الجمعية تعمل جاهدة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء لتقليل المشاكل التي تواجه في رعاية المعاقين الكبار وخلق فرص العمل، وكذلك تعزيز دخل الجمعية، داعيا المعاقين الذين لم ينضموا تحت رعاية الجمعية للانضمام إليها. من جهته أشار مدير مديرية تسنية السيد سيوم قبريسوس إن رعاية وإعالة ودعم معاقي الحرب الذين تعرضوا للإعاقة من أجل الوطن والشعب مسألة لا تترك للحكومة فقط، لذا يجب على المواطنين وإدارة المديرية العمل بقوة الدعم المقدم لمعاقي الحرب. وطالب المشاركون بدورهم تنظيم دورات تأهيلية تسهم في تحسين حياتهم المعيشية وتخصيص أراضي للعقارات وتوزيع أراضي زراعية في مكان قريب نظرا للإعاقة. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية عقد لقاء مماثل في مديرية أغردات. حصد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية في سباقات البطولة الإفريقية 18 في يومها الثالث حصد ميدالية فضية. ففي سباق التتابع الذي جرى في أجواء حارة مصحوبة برياح، أحرز المنتخب الوطني المركز الثاني متقدما على منتخب مصر الدولة المستضيفة ومتخلفا عن منتخب موريشيوس. وقطع الدراجون مسافة بلغت 42.6 كيلومتر في 57 دقيقة و23 جزءا بالسير بسرعة 44.5 كيلومتر في الساعة. وشارك في هذا السباق من النخبة كل من أخليلو جبرهوت وميكائيل هابتوم وداويت يمانه، ومن السيدات ميلينا أفيت وموناليزا رأيا وفيبن هيله. وأفادت المعلومات الواردة من هناك مساندة المواطنين المقيمين في القاهرة لمنتخبنا الوطني مترحلين حوالي 500 كيلومتر، وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بالانتصارات التي ظل يحققها منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية في هذه النسخة من البطولة الإفريقية. هذا ويتواصل السباق يوم غد في فئة النخبة والسيدات وكذلك الشباب دون 23 عاما في سباق المضمار. ويتربع منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية السباق بحصده حتى الآن 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين. وعلم بقدوم المئات من المواطنين المقيمين في القاهرة إلى شرم الشيخ لمساندة ودعم منتخبنا الوطني للدراجات.
يسهم مشتل قال نفحي في الإقليم الأوسط في إنجاح أنشطة الحملة الخضراء بإعداد شتول متنوعة. ففي المقابلة التي أجراها مسؤول الزراعة في المديرية سيد هبت مريم أمناي مع وكالة الأنباء الإريترية قال إن المشاتل المنتشرة في مناطق مرحانه وعد حوشة وحنبرتي ساهمت الخريف الماضي في توزيع نصف مليون شتلة للحملة الخضراء. من جهته قال مسؤول مشتل مرحانو السيد زرسناي كالكلي إن المشتل يحتوي على شتول فواكه الهضبة إضافة إلى الأشجار البرية مثل التفاح والخوخ والبن والجواف والزيتون وغيرها من الشتول، ويوزع للإقليم الأوسط والأقاليم الأخرى. وأوضح العاملون في المشاتل أن الشتول المعدة لإنجاح برامج التشجير تتطلب رعاية لازمة وحراسة مشددة للنمو، مناشدين الأفراد والمناطق للقيام بمتابعة جادة ولازمة لتلك الشتول. نظم طلاب ومعلمو مدرسة دبارو الثانوية في مديرية دبارو أنشطة تبرع بالدم استمرت ل3 أيام ابتداء من 22 من مارس. وأوضح مسؤول فرع التبرع بالدم في خدمات نقل الدم الوطني الممرض عقبة يوحنس إن الهدف من البرنامج هو جمع دم آمن وكافي بالاستفادة من الثروات المدرسية، مشيرا إلى تجميع 340 كيسا من الدم من مدرسة دبارو الثانوية. وقال المتبرعون إنه لا يمكن أن نخسر الأرواح بسبب نقص الدم، داعين المواطنين أن ينشطوا في التبرع الطوعي بالدم ورفع وعيهم في هذا الشأن. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قالت وزارة الخارجية الهندية إن وزير خارجية الصين وانغ يي سيجتمع مع نظيره الهندي في نيودلهي بعد وصوله إلى المدينة في زيارة لم يعلن عنها، هي الأولى منذ اندلاع اشتباكات على الحدود بين البلدين في 2020 أدت لتدهور العلاقات. وذكر متحدث باسم الوزارة لوكالة رويترز أن وانغ سيجتمع مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشنكار دون ذكر المزيد من التفاصيل. ولم يعلن أي من الجانبين عن الزيارة قبل وصول وانغ إلى نيودلهي. وعرضت وكالة أنباء آسيا الدولية مقطعا مصورا لوانغ وهو يخرج من المطار المدني وليس المنشأة العسكرية المجاولة حيث يهبط معظم القادة الأجانب. وأثار وانغ حفيظة الحكومة الهندية قبيل زيارته بسبب تصريحات أدلى بها في باكستان هذا الأسبوع تتعلق بإقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان. وتدهورت العلاقات بين الصين والهند بعد اشتباكات على الحدود في يونيو 2020 في منطقة لاداخ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين. جدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التزامهما المشترك بتعزيز أمن الطاقة في أوروبا واستدامتها وتسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وكذلك تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية. وأكد الجانبان تضامنهما ودعمهما لأوكرانيا في قتالها ضد روسيا. وذكر البيان أنه من خلال العمل الأوروبي المشترك من أجل طاقة أكثر أمانا واستدامة وبأسعار معقولة، أكد الاتحاد الأوروبي هدفه المتمثل في الوصول إلى الاستقلال عن الوقود الإحفوري الروسي قبل نهاية العقد الحالي بفترة طويلة، واستبدالها بإمدادات طاقة مستقرة وموثوقة ونظيفة للمواطنين والشركات في الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على بذل جهود حثيثة من أجل ضمان استقرار الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الإضافي حتى عام 2030 داخل أوروبا على الأقل بحوالي 50 مليار متر مكعب سنويا. أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات جديدة على كيانات روسية وكوريا الشمالية بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات سقط في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان. وفي السياق قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الكيانات والأشخاص الذين استهدفتهم هذه العقوبات متهمون بنقل مواد حساسة إلى برنامج كوريا الشمالية الصاروخي. وبحسب وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ فإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف شخصيا على اختبار نوع جديد من الصواريخ البالستية
العابرة للقارات. وهواسو غوفو 17 صاروخ باليستي ضخم تطلق عليه تسمية الصاروخ الوحشي، وكذلك أو كشف عنه للمرة الأولى في أكتوبر 2020، لكن لم يسبق أن تم اختباره بنجاح في السابق. سجل المعهد الهندي للأرصاد الجوية المدارية ارتفاعا كبيرا في موجات الحر البحرية التي ضربت المحيط الهادي على مدار العام الماضي، الذي سجل حدوث 6 موجات حارة في منطقة غرب المحيط، وهو ما يعد معدلا فوق الطبيعي. وذكرت صحيفة هندية عن تقرير للمعهد الهندي تقدم به للبرلمان أن منطقة غرب المحيط الهادي سجلت ارتفاعا بمقدار 4 مرات في حالات موجات الحر البحرية، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا على الحياة البحرية والنظام البيئي بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة الناتجة عن تغيرات المناخ. يشار إلى أن عالم الأحياء البحري الأمريكي كريس هارلي قد حذر سابقا من أن موجات الحر الشديدة التي تضرب المحيط تؤدي إلى مصرع مئات الملايين من الكائنات البحرية. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، أعود فأذكر بعناوينها. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. مناقشات حول تحسين الاقتصاد المعيشي لمعاقي الحرب. منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يحصد ميدالية فضية. وزير خارجية الصين يزور الهند لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات الحدودية. أمريكا والاتحاد الأوروبي يجددان التزامهما بتعزيز أمن الطاقة في أوروبا. وعقوبات أمريكية تطال كوريا الشمالية بعد إطلاق الصاروخ باليستي عابر القارات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الهندية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. يا شباب،